وجه الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي التهنئة إلى لاعبي منتخب بلاده للناشئين بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم. دفعة كبيرة للعبة عالميا، كريستيانو رونالدو يقتحم عالم الفنون القتالية رسميا، وحصد منتخب البرتغال لقب كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عام بعد فوزه بهدف نظيف على النمسا في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم الخميس في قطر. وأحرز المهاجم إنيسيو كابريل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، وجاء الهدف بعد استقبال كابريل تمريرة عرضية منخفضة سددها في المرمى مباشرة استعدادا لحياته بعد الاعتزال. كريستيانو رونالدو يفتتح مشروعا جديدا. عقب نهاية صافرة المباراة، وجه كريستيانو رونالدو تهنئة على الفور إلى منتخب البرتغال للناشئين بعد هذا الإنجاز التاريخي. ونشر رونالدو صورة عبر خاصية ستوري بحسابه على منصة انستغرام لمنتخب البرتغال، وكتب عليها: عمالقة، مبروك يا أبطال العالم، مع وضع رمز الكاس في إشارة للتتويج بالبطولة. وكتب منتخب البرتغال للناشئين التاريخ، فقد فاز بلقب كأس العالم تحت 17 عام لأول مرة في تاريخه.